السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. معكم ولاء، ودي قناتي قناة كيكات وحلويات. النهاردة هنعمل تورتاية مقاس 20 في 20. كلها شوكولاتة، بس كانت هي مطلوبة ان تبقى نصها فاكهة ونصها جناش. وتبقى من جوه كلها شوكولاتة. التورتاية دي عملتها من صاج 30 في 40. هنسمي الله كده ونبدأ. معايا 4 بيضات، وهنحط عليهم معلقة محسن، معلقة فانيليا، 100 جرام سكر، وهنضربهم كويس لغاية لحد ما يرتفع القوام. وبعد كده هنزل عليهم بنص كوباية مية، ربع في ربع. وبعد كده هكون مجهزة 250 جرام من الدقيق و30 جرام من النشا، عليهم معلقتين كاكاو ومعلقة بيكنج باودر، وهنخل كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده هبتدي انزل بالمكونات لحد ما الدقيق يختفي، يعني معلقة معلقة. وبعد كده اكون مجهزه الصاج بتاعي اللي هو 30 في 40، واكون مسخنه الفرن بتاعتي على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص من تحت بس. وطبعا اول ما الدقيق بتاعي يختفي هبتدي اوقف بقى العجان، وانزل كل العجين اللي عليه، وابتدي اقلب تقليبه كويسه عشان لو في بواقي دقيق او حاجه ما تبقاش من تحت، والعجين كله يبقى واحد. وهبتدي افرد بقى الصاج بتاعي كده وادخله الفرن لمدة قد ايه؟ لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة. هو ما بياخدش سوا، بس اهم حاجة طبعا ايه، افرده كويس زي ما انتوا شايفين علشان ما تبقاش فيه مكان عالي ومكان واطي. ده كده بعد ما استوى معايا واختبرته، وهبتدي اقلبه، وهشيل بقى اللي هي الورقة اللي من تحت. وهنقطع بقى ازاي؟ هنجيب بقى القطاعة بتاعتي او البورد اللي انا هقطع عليها. دي هقيس كده 20. هو الصاج طبعا 40، 30 في 40، فأنا هبتدي أقيس 20 و20. وهبتدي أقيس المقاس اللي فوق دوت 20، فيطلع لي 10 و10. أحطهم فوق بعض هيبقوا ايه 20. يعني الجناب بتاعتي أحطها جنب بعض عشان تديني طبقة. دي الطبقة اللي هتبقى في النص. طبعا بنشيل أي زيادات، وأنا بحطها على بورد أكبر شوية، اللي هي البورد مقاس 25. طبعا لو انت عايزة تقيسي التورتاية بتاعتك تطلع مقاسها على بورد عالية، اللي هي المقاس 25 في 25 بالظبط، هتقللي 2 سنتي من كل اتجاه. يعني هتقطعي مش 20 بقى، هتقطعي على مقاس 18، علشان لما تبتدي تحطي ال البتاع الكريم شانتي بتاعك ومن الجناب وكده بيزيد حوالي 2 سنتي من كل جنب. فانا مقاسي 20، على ما خلصتها من كل جنب 2 سنتي، يعني عملت لي حوالي مقاس 25. يعني 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا، عملت لي حوالي يعني 25 سنتي بالظبط بعد التقفيل. يعني طبعا انا حطيتها كده، وابتديت احط طبقه طبقه واحط اللي هو الشربات بتاع السقي ده بين الطبقات. وطبعا هحاول اجلسها طبعا كويس عشان ما يبقاش فيه اماكن مرتفعه. انا بقول لكم ليه موضوع المقاسات، علشان انا لما بعمل تورتايه بقيس على قد الكيك بالظبط، ففي الاخر بلاقيها مقاس اكبر. يعني ال20 بتبقى 25 في الاخر. يعني دي بورد كده مقاس 25 اللي انا حاطه عليها الكيكايه بتاعتي. بصوا يا دوبك، هي يا دوبك مقاس 25 في الاخر. فانت عايزه المقاس يطلع بالظبط، يبقى تقللي عن المقاس بتاع الكيك 2 سنتي من كل جنب. انا جلستها كده، وللاسف بقى وانا بعمل الجناش والروزتات الفيديو اتحذف مني. يعني لقيته اتمسح لوحده كده بعد ما خلصت. لقيت الفيديو ممسوح، فده للاسف. يعني كانت الفتره دي اتسجلت واتمسحت لوحدها. انا كده عملت جناش ونزلت روزتات من الجناب، اللي هو الجناش اللي من الجناب ده. وبعد كده عملت روزتات، قفلتها كلها بروزتات، وعملت في النص خط كده في النص، وحطيت جناش الناحية التانية اللي هي الناحية اللي هحط فيها الحرفين، وهحط فيها القوالب اللي هي بتاعت الترانسفير ديت، اللي هي بيبقى اشكال بحط فيها شوكولاتة مسيحاها على بخار من غير ما احط عليها اي حاجة خالص، لا زيت ولا اي حاجة. وبصبها في الاول بدخلها التلاجة بتديني الشكل اللي انا عايزاه. وانا قطعت هنا فاكهة، حطيت فراولة وكيوي، ده اللي كان عندي. وابتديت بقى ايه احط اللي هي الشوكولاتات ديت. القوالب ديت الواحد بيتباع ب4 جنيه تقريبا، فيها اشكال كتير جدا. يعني بس هو بيبقى استعمال مرة، يعني لان هو بيبقى عليه شكل كده، فلما تيجي تعمليه تاني بيبقى لونه اسود سادة، فيعني مش بتبقى احلى حاجة. يعني يعني هو انت بتجيبيه تستعمليه مرة، بيبقى فيه كذا شكل زي ما انت عايز.
او عملت شوكولاته من اللي هي الشباك دي، وعملت اللي هي الشكل فراشة ده برضو من ورق ترانسفير. وسيحت بقى شوكولاتة تاني وعملت حرفين اللي هو الام والان اللي هو كانوا مطلوبين مني. وابتديت بقى اعمل روزتات من الجناب كده، احزم بيها التورتيه من الجناب، علشان ايه الشوكولاته اللي هي نازله دي من الجناب مش شكلها مش حلو. وطبعا اي زيادات همسحها في الاخر زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي اجيب بقى ايه كريسبي، اعمل بقى من الجناب دي شوكولاته برضو شباك، حطيتها كده 4 حوالين التورتايه من الجنب. والتورتيه ما شاء الله ارتفاعها كان حلو جدا. طبعا انا بجيب اللي هي القواعد الفلات علشان اشتغل عليها، لان العلب بتاعه التورت عندي مش كبيره، عشان ما تبقاش يعني عشان اعرف اقفل التورتايه. وهبتدي اجيب بقى اللي هو الايه كريسبي اللي هو الذهبي ده، وابتدي احط بقى من الايه من الجناب كلها، الناحيه دي سيلفر والناحيه دي ذهبي. تحت الفاكهه كده برضو حطيت. ولازم طبعا احط جيلو، اللي هو الشفاف على البارد، لان هي هتتسلم في نفس اليوم. فحطيت لها جيلو اللي هو الايه الشفاف. ده حرف الام وده حرف الان. طبعا حسيت ان الفراشة دي كده مدارية الحروف، فحطيتها كده نايمة وشلت اللي هي كانت فيها شوكولاتة دي وحطيتها من الجنب. طبعا مكان الفراشة اللي شلتها كانت عاملة ابيض كده مكان الكريمة، فحطيت مكانها جناش. الجناش اللي انا عملته كان 50 جرام من المية، عليهم معلقة من كريم شانتيه ومعلقة زيت، وبحطهم على النار لغاية ما يغلوا كويس. وبعد كده بحط عليهم قالب من اللي هو 100 جرام من الشوكولاتة لغاية ما تسيح خالص، وبعد كده بشتغل بيها. دي التورتايه الحمد لله ما خدتش وقت واتسلمت في نفس اليوم. وطلعت معايا ما شاء الله 25 في 25 مش 20 في 20 زي ما كنت قايساها. وتكلفتها عليا كانت حوالي 75 جنيه بالبيض بالكريمة بكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستنى تعليقاتكم واشتراككم.